طبعا احنا دلوقتي في الموسم بتاع العنب، فالعنب دلوقتي بيبقى لونه كده ابيض مجرب زي ما انتم شايفين. تعالوا شوفوا بقى، احنا بنغسله بمكون واحد بس بيخلي لونه حلو جدا وبيشيل منه اي شوائب او اي حاجه وحشه. تعالوا شوفوا هنعمله ازاي ونقول بسم الله وعلى بركه الله. طبعا في بدايه الفيديو كده لو تعرفوا ايه المكون اللي انا بغسل بيه العنب اكتبوه لي تحت في الكومنتات. هنا بقى ببدا ان انا انضفه كده حلو جدا وبشيل اي شوائب، اي حاجه شكلها مش حلو بشيله منها. هتقولوا لي ايه التفاهه اللي انت فيها دي، جايبه لنا فيديو عن غسيل العنب؟ يا جماعه في ناس كتير ما تعرفش ازاي بتغسل العنب وازاي بيبقى لونه كده زاهي معايا. تمام، هغسله كذا مره، اهم حاجه انه يتغسل كذا مره. زي ما انتم شايفين كده كل ما باجي اغسله واشيله واحطه من الميه بتاعته لونها بيفتح. طبعا هفضل اغسله وانزل الميه بتاعته لحد ما الميه بتاعته يبقى لونها شفاف. ايه بقى المكون اللي احنا بنحطه على العنب عشان يخليه حلو؟ بحط معلقه كبيره من الخل. في ناس بتعمل زيي وفي ناس هتستغرب جدا، هيقولوا ان الخل هيبقى ريحته في الفاكهه. هقول لكم اطلاقا، انا بعد ما بغسله كويس جدا والميه بتاعته بتبقى شفافه بحط عليه الخل، بسيبه بالظبط 5 دقايق في الميه والخل، وبعد كده بشيله تاني من الميه والخل وبغسله بميه عاديه من الحنفيه. ما يبقاش فيه اي ريحه، بس بيشيل اي طفيلات، اي حاجه وحشه، اي حشرات. دي حاجه صحيه جدا وحاجه جميله جدا. وعايزه اقول لكم ان دي طريقه غسلي للفاكهه او الخضار او اي خضره ورقيه. بس كده، واللي عنده اي معلومه مفيده في المطبخ يكتبها لنا في الكومنتات تحت كده، خلونا نستفيد من بعض. عايزه اعرف بقى انتوا بتحبوا العنب الاحمر ولا العنب الاخضر؟ انا عن نفسي بحب العنب الاحمر جدا جدا. المهم بقى ما تنسوش تكتبوا لي انتوا بتتابعوني منين، ولو وصلتوا لهنا ما تنسوش تصلوا على النبي وتتابعوني. انا ساره جمال من بورسعيد. بابا حلوين. بابا حميد لايك.